طالب ثالثه ثانوي مش فاهم اي حاجه في العمود الفقري وضايع في ماده الاحياء، مش عارف تحل كل المسائل او الارقام او اي حاجه او تحدد مكان الفقره او تمفصلها في الاحياء، تعالى اما اقول لك هنعمل ايه. ان شاء الله في الفيديو ده كده هنمسك لك العمود الفقري كلمه كلمه حرف حرف فقره فقره ونفرمه لك بكل تفاصيله وتركاته. ركز بس انت معايا، اعمل اعاده نشر الفيديو ده، خليه يوصل لكل زمايلك، اعمل منشن لكل اصحابك، ما تبقاش بخيل، اعمل منشن دلك على الخير كفاعله. ويلا بينا نبدا مع بعض ونفرم مع بعض العمود الفقري. تعالى بقى ما نفرم مع بعض كده العمود الفقري كلمه كلمه وحرف حرف وفكره فكره بسم الله. اولا كده العمود الفقري دوت بيتكون من حاجه اسمها فقرات عظميه، الفقرات ديت عددهم كلهم على بعض بيكونوا 33. فلما يجي يسالك ويقول لك عدد الفقرات بيكون كام هتقول له 33 فقره. طيب متقسمين بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. بس اول حاجه كده تعالى ندرس الفقره العظميه. الفقره بتتكون من شويه حاجات. اول حاجه الحاجه اللي انت شايفها دي كده اسمها جسم الفقره العظميه، يبقى اول حاجه قدامك اسمها الايه؟ جسم الفقره. طيب بعد كده جسم الفقره دي بتحمل حاجه كده اسمها الحلقه الشوكيه، الحلقه ديت بتبقى من جواها كده فراغ، الفراغ ده اسمه قناه عصبيه، يعني المفروض العصب بيمشي جواها. حلو قوي. بعد كده بتتكون من شويه نتوءات. اول حاجه نتوء مفصلي امامي، نتوء قصدي مستعرض، ده الاولاني ده كده بيبقى مستعرض، يبقى الاول من تحت كده ده كده المستعرض. حلو قوي. اللي بعده مفصلي امامي ثم مفصلي خلفي ثم نتوء شوكي، يبقى اللي فوق ده كده شوكي. طيب خلي بالك بقى كده اهو اللي فوق نتوء شوكي، بس خلي بالك ان الشوكي بيبقى محمول على مين بقى؟ بيحمل مين بقى قصدي؟ المفصلي اللي هو الخلفي، يبقى الشوكي ده تبع الخلفي، لان المفروض ان النتوء الشوكي بتبقى عظمه. بص كده ادي الفقره اهي، الشوكي بيبقى نازل لتحت كده، المفروض نازله لتحت كده، فالشوكي ده بيحمل مين؟ بيحمل اللي هو المفصلي الخلفي، يبقى الخلفي مع الايه؟ الخلفي مع الشوكي. طيب الامامي مع المستعرض، الامامي بيبقى الفوق مع مين؟ مع النتوء اللي هو المستعرض، الامامي مع مين؟ مع المستعرض. حلو قوي. بعد كده تعالى اما اقول لك ايه اصلا وظيفه العمود الفقري بشكل عام. بيعمل دعامه للجسم وحمايه لحاجه اسمها الحبل الشوكي، الحبل الشوكي بيمشي جوه الايه؟ اللي هي الحلقه الشوكيه دي كده، تمام، اللي هو بيمشي جوه القناه العصبيه. وبيعمل حاجه طبعا بيسهل الحركه، حركه بقى الراس والجزء العلوي وانت عمال تتحرك اهوت رايح يمين وشمال، كل ده عن طريق مين؟ عن طريق اللي هو العمود الفقري. طيب عندنا طبعا دلوقتي شويه انواع من الفقرات. اول نوع من عالم الفقرات عندنا فقرات طبعا اول حاجه عنقيه ثم ظهريه ثم قطنيه ثم عجزيه ثم عصعصيه. جميل. حلو قوي. المفروض يعني الفقرات العنقيه عددهم 7، الظهريه عددهم 12، القطنيه عددهم 5، العجزيه 5، العصعصيه 4. يبقى ده كله كده انواع الفقرات اللي موجوده عندنا. يبقى هي اول حاجه عندنا عنقيه 7 12 5 5 4. حلو. عندنا حاجه كمان الالتحام والتمفصل. اولا دي كده بتبقى متمفصله، اول 3 متمفصلين، بعد كده اخر 2 ملتحمين مع بعض، يبقى الفقرات بتبقى ملتحمه. طب هو انت مش بتقول دول 7؟ ايوه، يعني بيبداوا من كام لكام؟ من 1 ل7، ما هو بتبدا من 1 لحد ال7. الظهريه 12 بنبدا من بعد ال7، يعني من اول ال8 عد 12 لحد 19. بعد كده عندك القطنيه من 20 لحد 24. بعد كده عندك اللي هو العجزيه، بعد كده العصعصيه، العجزيه من 25 ل 29، العصعصيه من 30 لحد 33. كده انت خلصت كل انواع الفقرات بارقامهم بتفاصيلهم كلها. يبقى ده كده الشكل اللي قدامك. طيب الفكره اللي بعد كده انا بقول لك الافكار، يعني انت بتكتب ورايا الالتحام قصدي الانحناء. طبعا الانحناء بتاعها ديت بتبقى منحنيه للامام، يعني انا لو واقف دلوقتي كده انا منحني، المفروض كده اهو، المفروض الفقره كيرف لقدام، كيرف لقدام. طبعا لو انا عامل كيرف لقدام بالشكل ده كده، فالمفروض كده ده محدب ولا مقعر؟ من الامام يبقى محدب، يبقى للامام ويبقى محدب، تمام كده. طيب بعد كده طبعا بقى هناخد ده، بص امام يبقى ده خلف، طالما واحد امام يبقى اللي بعده ايه؟ يبقى خلف، خلف امام، امام. بعد كده دول الموجودين دول ايه؟ للخلف، يبقى اعكس. طيب ده كده للامام محدب، يبقى ده للخلف وبيبقى ايه؟ يعني المفروض لما نيجي بقى نعمل كده بالشكل ده كده، فيبقى كده من انحناء للخلف مقعر ولا محدب؟ من قدام اهو مقعر، يبقى ده كده مقعر، يبقى ده محدب، يبقى ده مقعر. يعني بمعنى اصح مقعر، يعني بمعنى اصح انا عندي 2 شبه بعض في كل حاجه. عندي ديت شبه ديت، يبقى ده للامام محدب، ده للامام محدب. عندي ديت للخلف مقعر وديت للخلف مقعر، اللي هم دول اللي هم الايه؟ اخر 2 دول معانا. ماشي كده اهوت، عشان ايه في الاخر باخر الفيديو تاخد سكرين شوت. مقعر. حلو قوي. بعد كده لو جينا اتكلمنا على طبعا ايه؟ نتكلم على طبعا حاجه اسمها الضغط على الفقرات. فطبعا عندنا العنق بيضغط على الفقرات، ماشي كده، اللي هي العنقيه او الدماغ بتضغط على الفقرات، فكده في ضغط. بس خلي بالك بقى كده، بعد الضغط يعني المفروض الضغط اهو بيبدا، بعد كده ندخل على الظهريه، بس الظهريه بتبقى متعلقه شويه، فالمفروض يعني ان العنقيه ديت اكبر من الظهريه شويه. ماشي. عندنا قطنيه اكتر ضغط، ليه؟ لان هي بيتم ضغط على الفقرات، لان اللي هي القطنيه اللي هي دي، اللي هي القطنيه اللي هي دي
مالها بقى؟ القطنيه دي بينضغط عليها لان بينضغط على الظهري بالعنقي بالدماغ، فهي بتشيل كل اجزاء الجسم تقريبا من فوق يعني، فدي هتبقى اكتر واحده، يبقى دي اعلى واحده خالص اللي هي القطنيه، يبقى دي اعلى واحده اللي هي القطنيه عندنا هي مثلا كده، يبقى دي اكبر واحده بيتم الضغط عليها. ثم بعد كده الضغط بيحصل على العجزيه، ولكن بيبدا يتوزع بقى عجزيه ثم ايه ثم عصعصيه، يعني بيقل الضغط شويه. حلو كده، حلو. طيب لو احنا خدنا حاجه كمان اللي هي حجم الفقرات، اولا كده الحجم بيزيد كل ما ننزل كده، يبقى من 1 لحد 24 بيزيد، يعني العنقيه دي قليله يعني بتزيد، الظهريه دي اكبر منها، القطنيه اكبر خالص. وطبعا بنقول على القطنيه ديت الايه التركيب النموذجي، التركيب النموذجي. بعد كده عندنا العجزيه وعندنا العصوصيه، فالعجزيه ديت بتبدا ان هي بتبقى بص، هي ما بتبقاش كبيره بس بتبقى عريضه ومفلطحه، فيعني المفروض لو بنرتب حسب الترتيب يبقى القطنيه رقم 1، وبعد كده العجزيه رقم 2، بعد كده الظهريه رقم 3 في الحجم، ثم ديت رقم 4، ثم ديت رقم 5 اللي هي العصوصيه، اصغر حاجه موجوده عندنا، يبقى اصغر الفقرات حجما طبعا الفقرات اللي هي الملتحمه اللي هي العصوصيه. حلو. بعد كده لما نيجي ناخد حاجه اسمها ازاي الفقرتين بيتمافصلوا مع بعض، اولا كده دي الفقره وليكن دي 17 ودي 18، فالفقره 17 عندها نتوء مفصلي امامي اهوت وده خلفي، يبقى ده كده الخلفي بتاعها يتصل مع الامامي بتاع اللي بعدها، يبقى الامامي مع الخلفي، الامامي من عند مين؟ الامامي من عند اللي تحتها مع الخلفي بتاع مين؟ مع الخلفي بتاع اللي قبلها. طب لو جبنا فقره مثلا هنا وليكن مثلا 19، فدي 19 اهي مثلا يعني، فطبعا عندها الامامي بتاعها هيتصل مع الخلفي بتاع 18، يبقى الامامي بتاع 19 يتصل مع الخلفي. طيب اللي بعد كده عندنا حاجه اسمها اشكال الفقرات، هو الفقرات لها اشكال طبعا، يعني الفقره الاولى ديت لها اكتر من شكل، الثانيه لها شكل، الثالثه لها شكل، يعني ديت لها شكل ماشي، وديت لها شكل عادي، وديت لها شكل، وديت لها شكل ماشي، حلو قوي. الشكل بتاع الاولاني بس مختلف شويه، بيبقى لها 3 اشكال، لان الفقره الاولى لها شكل، الثانيه لها شكل، اول يعني اللي بعد كده من 3 لحد 7 ليهم شكل. الاولى بيبقى لها شكل طبعا، وبنسميها حتى اسمها ايه اللي هو عندنا حاجه اسمها اطلس، ثم بعد كده المحور، بعد كده عندنا الثلاث ايه او الخمسه اللي فاضلين، ما هم 7 فقرات، يبقى الخمسه اللي فاضلين دوت لهم شكل. اولا كده ما فيهاش ده جسم فقره، ما فيهاش جسم فقره. طب ده نتوء شوكي؟ ما فيهاش نتوء شوكي. مين؟ الفقره العنقيه رقم 1، عشان اعرف اتحرك بالشكل ده كده فبتلاقيها فاضيه. طب اميزها ازاي يا مستر في الرسومات؟ تعالى اما اقول لك. هتلاقيها بص كده عامله كانها زي فقره بالشكل ده كده، اهم حاجه ان فيها خرم من الجنب هنا وخرم من الجنب هنا، كانها ايه مخرمه ودانها بالشكل ده كده، هي دي ده الشكل بتاعها. طيب بعد كده هعمل لك فيديو عنها ان شاء الله. بعد كده تعالى نقول مع بعض بقى كل الارقام دي. اولا المفروض عدد اللي هي النتوءات الشوكيه بشكل عام في العمود الفقري كلهم هيكونوا كام بقى كده؟ كلهم هيكونوا 23. هيكونوا كام؟ 23. المفصليه الاماميه هيبقوا 50، المفصليه الخلفيه هيبقوا 48. العدد العظام بتاعت العمود الفقري بيبقوا 26 عظمه. السؤال بقى ليه 26 عظمه؟ اولا ما هي دي عظام ملتحمه ودي عظام ملتحمه، فدي هتتحسب عظمه ودي هتتحسب عظمه، يبقى دي 2 ودول 24 عظمه لانهم 24 فقره، 24 و2 يبقوا 26 عظمه. عدد النتوءات النموذجيه بيكونوا كام؟ 7، ما هو دي نتوء واحد مستعرض، واحد التاني قصاده، يبقى 2 4 6 7 يبقوا 7. النتوءات المزدوجة عددها 3، ما هو دي واحد مستعرض، واحد أمامي، واحد خلفي، يبقوا 3. الجذع، ما هي منطقة الجذع؟ هي عبارة عن منطقة الصدر والبطن والحوض، صدر بطن حوض. عايزين نعرف بقى عدد الفقرات اللي موجودة فيها. هو أولا كده منطقة الصدر يبقى فيها الظهرية، ما هو دي في العنق يبقى عند فوق مش محتاجينها، ظهرية يبقى دي 12، بعد كده القطنية معانا دي 5، بعد كده دول كلهم معانا، يبقى الجذع هو عبارة عن صدر بطن حوض، يبقى اهو صدر ماشي كده، بطن حوض. فدلوقتي ده كل الخلاصه بتاعته. فدلوقتي الصدر والبطن والحوض ايوه فيهم ايه بقى بالظبط كده؟ فيهم ال 12 كلهم اللي هم ال 33 فقره ما عدا السبعه، شيل من ال 33 7 ماشي كده، يبقى انت شلت 3 شلت 4 يبقوا كام؟ يبقوا كده 26، يبقوا كده كام؟ 26 فقره. حلو. المنصف للعمود الفقري بشكل عام مش كله 33 يبقى النص 17. طيب المنصف للعنق مش كله 7 يبقى المنصف 4. 7 على 2 7 يعني بص كده، هو المفروض ما هو مش هتقسم 7 على 2 هيديك رقم، لان هو انت 3 هنا و3 هنا يتفضل اللي في النص 4. طيب المنصف للعجزيه، العجزيه فين اهيت؟ فال 25 منصفها كام بقى كده؟ والله 25 26 و 29 28 يبقى المنصف ليها 27. طيب بعد كده طبعا اكيد مش هنجيب منصف، ومنصف للقطنيه برضو نقدر نجيب اللي هو كام؟ اللي هو هيبقى 22 ماشي. المهم ما ينفعش نجيب للمزدوجه او للزوجيه، يعني ال 12 وال 4 ما ينفعش نجيب لهم، يعني زي دي وزي دي مش هينفع نجيب لهم. حلو قوي. بعد كده
بعد كده اكبر حلقه شوكيه عندنا، اكبر واحده ديت اللي هي العنقيه الاولى، لان هي اكبر حلقه شوكيه لان ما عندهاش جسم فقره، فدي اكبر حلقه. خلي بالك بقى الحلقه اللي هي المفروض يعني اللي هي مين، اللي هي العنقيه الثانيه، بتبقى بالشكل ده كده. بص بقى كده، بتبقى يعني المفروض النتوء عندها بالشكل ده كده، حاجه زي بالشكل ده كده، لازم تاخد بالك منها، شكلها بيبقى كده ليه؟ علشان تبقى عامله زي مفصله كده، المفروض يعرف يتحرك يمين وشمال يمين وشمال يمين وشمال. فديت بتبقى ايه؟ بتبقى عند الحلقه الشوكيه، الحلقه اللي هي او قصدي الفقره اللي هي رقم 2، الفقره العنقيه رقم 2. طب الاولى ما عندهاش جسم فقره اصلا، علشان ديت تركب مع دي كده ويعرف ان هو يتحرك عشان يحرك العنق يمين وشمال. طب خلي بالك بقى التمفصل ما بين الدماغ يعني الفقره الاولى على فكره اهو، بص كده اهو، عشان يعرف يتحرك لفوق ولتحت، يبقى الفوق والتحت ده الاولى والدماغ، عشان كده مفيش نتوء شوكي. طب عشان يتحرك يمين وشمال فجسم الفقره ومفيش ايه، مفيش الثانيه بيبقى فيها بالشكل ده كده، النتوء بتاعها بيبقى بالشكل ده عشان يعرف يتحرك يمين وشمال. بس كده، ده كل الموضوع بتاع مين؟ بتاع العمود الفقري بكل التفاصيل بكل الكلام بتاعه. ويبقى احنا كده خلصنا الايه، العمود الفقري، حرفيا ما خدش معانا كام دقيقه. وبس كده يا شباب، دمتم بخير، سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.